السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، أهلا بيكم، يا رب تكونوا في أفضل حال. هعمل معاكم وصفة النهاردة كنت عملتها على القناة قبل كده، بس حبيت أجدد عهدي معاكم تاني، يمكن ما يكونش حد شافها. طريقة سهلة وجميلة وسريعة جدا ومنقذة جدا جدا جدا. تنفع بقى فطار، تنفع عشاء، أيا كان، حاجة كده في منتهى الجمال. لا عجن بقى ولا تخمير ولا أي حاجة. طيب، الوصفة عندنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن بيتزا بس مش بالعجين خالص، هعملها بالتوست. طب ازاي بقى بالتوست؟ هقول لكم واحدة واحدة كده وخطوة خطوة، وهتعملوا حاجة ابتكار. انا جايبة، انتوا عارفين اللي هو كيس التوست ده اللي بيتباع فيه منه اللي هو السن وفيه العادي، فانا جبت اللي هو العادي. تمام. ومعايا بقى المكونات بتاعه البيتزا العاديه جدا، موتزاريلا، ومعايا ميكس من الجبن، معايا شيدر، ومعايا رومي، ومعايا صلصه البيتزا، وممكن تستبدليها بكاتشب، مفيش اي مشكله، ومعايا فلفل رومي وزيتون، ومعايا بيضتين، و3 معالق من اللبن الحليب، وعليهم ملح وفلفل بسيط قوي، عشان طبعا هعمل حساب الجبن. والخطوه دي مش مشكله، ممكن ما تحطيش اللبن والبيض، لكن انا بحطه ليه؟ ده بيضيف نكهة جميلة جدا للوصفة بتاعتي، وجربوها وهتعجبكم جدا. لكن اللي مش حابب يحط بيض ما يحطش، انا مجرد بس ان انا بغمز التوست بتاعي في قلب البيض. تمام، بيزيد النكهة بس جمال. طيب، اهم حاجة بقى تخلي بالكم الصينية اللي هتخش الفرن تكون غير لاصقة. لو عارفة الصينية بتاعتك ان هي بتلزق، يبقى انا هحط ورق زبدة. اهم حاجه ما تكونش بتلزق، عشان التوست بتاعي يطلع بمنتهى البساطه. كده هغمز كل واحده توست في قلب الخليط بتاعي السائل اللي عباره عن البيض واللبن. تمام كده حبايب قلبي، اغمزه غمزه بسيطه كده، وهحطه في قلب الصينيه. اعمل الكميه اللي انا عايزاها. على فكره هو هش جدا جدا وفي منتهى الجمال. عارفين البيتزا الصغيره اللي بتتباع في الافران؟ هي بيبقى نفس طعمها كده بالظبط. انتوا عارفين الكيلو دلوقتي عامل كام؟ مع غلاء الاسعار حوالي 60 جنيه او 70 جنيه. وممكن بدل الجبن ممكن نزود سلامي على حسب ما انتوا عايزين، او ممكن هوت دوج، اي مكونات انتوا عايزينها. وممكن ما نحطش كمية الجبن كلها، ممكن نوفر، نقلل في كل حاجة. اللي انتوا حابينه اعملوه، طبعا الوصفة قدامكم، وانتوا بتبتكروا وبتعملوا الحاجة المتاحة بالنسبة لكم والافضل والاحسن. يعني انا عملتها ما كلفتنيش طبعا كمية البيتزا اللي بتتباع في الافران، وطبعا عارفين شايفين الحجم عامل ازاي، طبعا اكبر بكتير. والطعم على فكرة ما تفرقيهاش خالص خالص عن الميني بيتزا، طعم مميز وجميل جدا، جربوها وعلى ضمانتي. كده خلصت خلاص التغميزة بتاعة التوست، وحطيتها في قلب الصينية، وطبعا حطيت الصلصة على وشها او الكاتشب ايا كان المتاح بالنسبة لك. بعيد عليكم تاني، خلي بالكم تكون الصينية غير لاصقة، ممكن تحطي ورق زبدة. خلاص، هحط على كل واحدة توست الصلصة بتاعتها، واحاول اعملها كده بالفرشة تتشبع كلها، كأني بعمل بيتزا بالظبط. هي طعم البيتزا يا جماعة حاجة كده خرافة. يعني ممكن تعمليها، مش هتكمل معاكي ربع ساعة، ولا عجن ولا تخمير ولا خبيز ولا اي حاجة، وهشة وجميلة جدا. انتوا عارفين طبعا طعم التوست بيبقى عامل ازاي، طعمه هش وجميل جدا. كده انا خلصت بقى الخطوة بتاعت ان انا حطيت عليها الصلصة بتاعتها. هحط بقى الجبن بتاعتي. انا بالنسبة لي حطيت جبن، بالنسبة لك انتي المتاح. وطبعا ممكن تقللي، انا كنت مكترة لان احنا بنحب الجبن فوق البيتزا، فكنت مكترة، انتي ممكن تقللي، وهتقللي طبعا هتوفري كمان في التكلفة. ده خليط ما بين الجبنة الرومي والجبنة الشيدر. وبعد كده هحط الفلفل بقى الاخضر، لو بتحبي سبايسي ممكن تزودي، ما بتحبوش يبقى بس كفايه الفلفل الاخضر، وممكن فلفل الوان، المتاح بالنسبه لك هتشتغلي بيه. وطبعا هحط زيتون، بس هخلي بالي لان الجبن طبعا حادقه. بالنسبه للرومي او الشيدر هو حادق. زي ما انا بوريكم كده في الفيديو، انا حطيت الفلفل، مش لازم نكتر. ولو حبيتي تحطي عليها طماطم هتحطي طماطم صغيرة متقطعة صغير جدا، بس انا الحقيقة ما حطيتش، على حسب ما اولادك بيحبوا. وخلي بالك اهم حاجة ما يقعش منك، يعني انا كنت حاطة بصراحة جبن كتير، ممكن تقللي بحيث ان الجبن ما تقعش جوه الصينية، لانها لما بتخش الفرن بتسيح وبتلزق،
فخلي بالك برضو من النقطة دي. بعد كده انا كنت مخليه طبعا الموتزاريلا اخر حاجة عشان تدي شكل كده اهو على وش البيتزا. وكنت مشغلة الفرن قبل ما ابتدي معاكم الفيديو. البيتزا تاخد مني وقت قد ايه؟ مش تاخد منك اكتر من 10 دقايق ويمكن اقل. طبعا هبص عليها لاني هي مستوية، كله مستوي، التوست طبعا مستوي، وهي دي مجرد جبن، يعني مش حاجة هتستوي في قلب الفرن، مجرد بس الجبنة تسيح وخلاص على كده. بتخلص في حوالي 10 دقايق. الوصفة كلها على بعضها ما بتاخدش تلت ساعة. شفتوا بقى؟ اقل من كده وقت ولا اسهل من كده وصفة، والطعم حكاية، حاجة كده في منتهى الجمال. يلا تشجعي بقى بعد ما اخلص الفيديو معاكي. ومش مكلفة خالص، يعني احنا دلوقتي لما بنجيب معجنات من الفرن او بنجيب ميني بيتزا بتكلفنا كتير بجد. انت مش هتكلفك خالص. كيس التوست كتير جدا، الكمية فيه كبيرة قوي، فهتعملي مرة واتنين وتلاتة، ولأولادك الكبار هيحبوها اكتر من الصغيرين. كده خلاص كانت خدت الوقت بتاعها. بصيت عليها لاني مش محتاجه انها تقعد في الفرن كتير، مجرد ما الجبنه الموتزاريلا بس تسيح. خلصت معايا وسبتها لما بردت عشان اعرف امسكها. زي ما انتم شايفين كده. انا بحب اسوي المعجنات بتاعتي في صينيه ألمونيوم، تسويتها بتعجبني جدا جدا. وفعلا استوت معايا وخلصت وما لزقتش في قلب الصينيه. وهتشوفوا معايا كمان المطه، شايفين الشكل عامل ازاي، والريحه موتزاريلا يعني حاجه كده في منتهى الجمال، حاجه كده لذيذه قوي قوي قوي. على فكره ممكن تحطوا على وشها مفروم كمان، يعني تعملوها معامله البيتزا العاديه، مش هتفرقيها خالص خالص. شكلها في منتهى الجمال، تغري الاولاد طبعا. ولو مكسله تعملي غدا او تحضري فطار او عشاء، تمشي اي حاجه. لو شايفين الشكل عامل ازاي، هقطعها قدامكم هتشوفوا المطه عامله ازاي اهو. حلوه قوي قوي قوي، مش قادره اوصف لكم كان جمالها عامل ازاي. شايفين جمالها؟ وطعمها حلو وما تشبعيش منها. المشكله بقى انك انتي مش هتشبعي منها خالص، ولا الاولاد هيشبعوا منها. هتعمليها على طول. يا رب يكونوا استفدتوا. وصفه سهله وبسيطه، وصدقوني مش مكلفه قصاد ان احنا بنجيب معجنات وبنجيب ميني بيتزا من بره. مش هتكلفك التكلفه دي خالص، وحاجه بسيطه جدا وهتعمليها في اي وقت. ممكن تستعملي جزء منها وتشيلي بقيه ال التوست في التلاجة، ولو في الفريزر، ولو حبيتي تستعمليه في اي وقت هتطلعيه وتستعمليه. كده وصلت معاكم لنهايه الفيديو. ارجو منكم الدعم واترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.